كل اسلاك البيت سليمه، بالمعنى البلدي يعني انه انت ما عندكش اي سبب يخلي النور عندك كل يوم يغلى. بس هنا الام سمعت صوت ضحك جاي من ورا باب السرداب، باب السرداب اللي مقفول قدامها بجنازير وقفال كتير جدا. فقام الشيخ عدنان بالعافيه وقال لهم كلمه: البيت ده مش جن، البيت ده موجود فيه اذى من نوع تاني. في مكان بعيد في جنوب شرق تركيا وتحديدا في محافظة شيرناك كان في بيت صغير كده هو شبه مهجور وما اتسكنش بقاله أكتر من 17 سنة. وده مش عشان حاجة، بس عشان اللي حصل في البيت ده محدش نساه. حكاية عن عيلة كاملة اختفت ومحدش عرف مكانهم، واللي جم بعدهم علشان يفهموا اللي حصل يا خرجوا مجانين يا ما خرجوش أصلا. فإيه اللي حصل وليه الشرطة التركية رفضت إن هي تفتح تحقيق في الموضوع ده، ومين اللي كان جوه البيت؟ النهارده هنفتح ملف واحد من أرعب البيوت في تركيا، بيت أصلان في شيرناك. في عام 2004 انتقلت عيلة كردية بسيطة اسمها عيلة أصلان علشان تعيش في بيت قديم موجود في أطراف محافظة شيرناك، وده بعد ما الأب جمال ورث البيت ده من جده وكان مضطر إن هو ينقل في البيت ده بسبب مشاكل مادية حصلت له هو وأسرته. البيت شكله متهالك وقديم من بره، ولكن من جوه هو كان على مساحة كويسة جدا. بيت مكون من دورين والأوض بتاعته كتيرة، ليه جنينة خاصة بيه. فدي كلها كانت أسباب كافية لجمال إن هي تخليه يتغاضى عن شكل البيت من بره، خصوصا ان هو كان جاي من بيت صغير يعني، فبالنسبه له الصرح اللي هو شايفه دلوقتي ده حاجه جميله جدا. المهم عيله جمال كانت مكونه من 4 افراد غيره. الام كانت نرمين وثلاث اولاد، ياسين 16 سنه وعدنان 13 سنه وبنته الصغيره سيما وكان عمرها 9 سنين. عارفين الكلمه بتاعت بدايه القصيده كفر؟ هو ده بالظبط اللي حصل، انه من اول يوم ليهم في البيت والحاجات الغريبه عماله تحصل. فسيما الصغيره صحيت في يوم الساعه 3 الفجر منهاره من العياط وعماله تقول في واحده ست موجوده معايا في الاوضه عماله تضحك لي وشكلها وحش جدا. هنا الام حاولت ان هي تهديها وتطمنها، وكل اللي جه في دماغها ان دي تخيلات من دماغ بنتها، او يعني ده بسبب ان هم انتقلوا وان سيما يعني لسه مش مرتاحه في البيت الجديد فبدات تحلم بكوابيس. بس اللي حصل بعد كده كان هو الرعب كله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن اول الاسبوع الاول ليهم في البيت الكهرباء كانت كل يوم بتقطع الساعه 3 الفجر، وده بالرغم انه باقي المنطقه كلها منوره عادي، البيت عندهم بس هو اللي الكهرباء فيه بتقطع. ولما تكرر الموضوع اكتر من مره حاول الاب ان هو يكتشف السبب، فجاب كهربائي علشان يفهم هي المشكله منين. بس الكهربائي هنا قال له ان مفيش اي خلل في التوصيلات، كل اسلاك البيت سليمه، بالمعنى البلدي يعني انه انت ما عندكش اي سبب يخلي النور عندك كل يوم يقطع. هنا جمال ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل، بس برضه يعني كان بالنسبه له اللي بيحصل ده مش حاجه تخليه يقلق، عادي ايه يعني الكهرباء كل يوم بتقطع في نفس الميعاد يعني صدفه. بس اللي مش عادي بقى جاي، ابنه الكبير ياسين بدأ يتصرف بطريقة غريبة جدا، بقى بيقعد بالساعات قدام حيطة معينة في البيت وهو ساكت تماما ما بيتكلمش ووشه معدوم من أي ملامح، يعني مش مدي أي رياكشن يعني، ولا خايف ولا مخنوق ولا زهقان، هو باصص للحيطة ووشه ده يعني مفيش أي ملامح. يوم ورا التاني والولد ثابت على نفس الحالة. فهنا الأب بدأ يسأل في ايه؟ انت ليه قاعد كده؟ في البداية الابن او ياسين ما قالش حاجة، بس مع اصرار الاب عليه ياسين قال له حاجة غريبة قوي، بدأ يعيط بحرقة جامدة قوي ويقول له الحيطة دي بتتنفس، انا سامع صوتها. ياسين ما كانش صغير على التخيل، ده 16 سنة. هنا الاب بدأ يقلق، بس برضه هو ما كانش فاهم في ايه، مش فاهم المشكلة منين، لحد ما حصلت حاجة بقى خلته يتأكد ان البيت ده مش تمام. في حاجه انا نسيت اقولها لك في وصف البيت، انا قلت لك ان البيت من جوه كان كبير ومكون من دورين والكلام ده كله، بس البيت كان فيه سرداب موجود في الدور الارضي. السرداب ده كان مقفول بجنازير وبقفال مصديه، بقاله سنين مقفول مفيش اي حد فتحه. واهل المنطقه بقى كانوا بيقولوا ان السرداب ده بيستخبى فيه الناس اللي كانت هربانه من الحرب وقتها. اللي هيخلي بقى الدم يقف في عروقك هي الحكايه اللي جايه دي. في يوم سيما اللي هي البنت الصغيره اختفت تماما من البيت، مش لاقيين لها اي اثر. كل الاسره فضلت تدور عليها بس مفيش اي فايده، مش لاقيينها. عدت ساعه واثنين وثلاثه ولا الهوا، محدش لاقيها. بس هنا الام سمعت صوت ضحك جاي من ورا باب السرداب، باب السرداب اللي مقفول قدامها بجنازير وقفال كتير جدا. صوت الضحك عمال يعلى، بس هنا الام لما ركزت اتشلت مكانها، ده صوت ضحك سيما. هنا الاب كسر الباب على طول ونزلوا كلهم للسرداب علشان يلاقوا سيما
قاعدة على الأرض تحت وعمالة تضحك وبتقول لهم الست اللي فوق نزلت تلعب معايا. هنا جمال مخه وقف وما كانش عارف يفكر في أي حاجة غير إنه أنا إيه اللي بيحصل لي ده؟ وهنا قرر إنه هيكلم شيخ كان يعرفه زمان. الشيخ ده كان بيعالج حالات المس والجن وكان مشهور جدا في القرية بتاعته، كان اسمه الشيخ عدنان. وصدقني لما تعرف اللي حصل للشيخ ده هتعرف بعدها إن الموضوع أكبر من مجرد بيت مسكون. المهم كلم الأب بالفعل الشيخ وقال له إن هو محتاج إن هو يجيله البيت ضروري. فهنا قال له الشيخ ان هو هيصلي الفجر ويتحرك من عنده، هيكون موجود عند جمال تاني يوم الصبح. فقفل معاه جمال وقرر ان هو اليوم ده مش هينام لحد ما الشيخ يجي، وكمان انهم هيفضلوا كلهم في اوضه واحده هو ومراته وعياله الثلاثه. المهم جه تاني يوم ووصل بالفعل الشيخ عدنان، راجل كبير في السن كده. اول ما دخل من باب البيت بص لعدنان وقال له هو انت ما سألتش على تاريخ البيت ده قبل ما تشتريه؟ هنا جمال قال له طبعا لا، انا ورثت البيت ده من جدي فما كنتش محتاج ان انا اسأل عليه، وانا كمان عارف ان البيت ده مقفول بقاله سنين، فانا كنت عارف ان مفيش حد ساكن فبالتالي مفيش حاجة ممكن تكون حصلت. فبص له الشيخ عدنان وقال له البيت ده كان مأوى بس مش للبشر. وبدأ يقرأ آيات كتيرة من سورة البقرة، وفي نص ما هو بيقرأ سيما بدأت تصرخ وتقول له هو بيقول لك ابعد ما تكملش. هنا الشيخ عدنان كمل قراية وفضل يعلي في نبرة صوته وسيما تصرخ وهو يعلي لحد ما فجأة الشيخ عدنان وقع على الأرض، وشه بدأ يتشقق كأن حد ماسك موس وعمال يشق في وشه. فقام الشيخ عدنان بالعافية وقال لهم كلمة: البيت ده مش جن، البيت ده موجود فيه أذى من نوع تاني. واخد بعضه ومشى من غير ما يقول ولا كلمة تانية، عشان يكتشفوا بعدها بيومين ان الشيخ عدنان مات، انتحر من بلكونة بيتهم. وفي اللحظة دي جمال قرر انه مش هيستنى حاجة تاني تحصل، واخد اسرته ومشى من البيت على طول وقفله، وقرر انه مش هيعتب البيت ده تاني ابدا، ان شاء الله يبات في الشارع. علشان بقى يجي عام 2019 قرر يوتيوبر ان هو يحقق في موضوع البيت ده كده، بعد ما سمع عنه وعن اللي حصل فيه من اهالي المنطقة، وسمع عن اللي حصل للشيخ عدنان. اليوتيوبر ده كان اسمه ميرت أوزدمير، شاب في بداية العشرينات لسه بادي قناة على اليوتيوب طازة. كان شايف انه لما يعمل حركة جريئة زي دي او يروح يستكشف البيت ده او يبات فيه ليلة زي ما هو كان عايز، ان قناته كده هتتشهر. اللي بيحكي بقى القصة دي هو صديقه جان يلدز، بيقول ان أوزدمير كان مقرر ان هو هيروح يبات في البيت ده لمدة ليلة كاملة، وبالفعل راح، بس للأسف محدش سمع عنه اي حاجة بعدها. ولما اتصل بالشرطة علشان يبلغ عن اختفائه قال للشرطة انا قلت له بلاش يعمل كده، بلاش البيت ده تحديدا، بس هو اصر وركب دماغه، وكان شايف ان دي فرصة بالنسبة له ان هو يعلي قناته على اليوتيوب، فما قدرتش ان انا امنعه، ومن يومها وانا ما اعرفش عنه اي حاجة. فالشرطة فتحت تحقيق ولكن ما قدرتش ان هي توصل لاي حاجة، ولا مكان أوزدمير ولا مكان اصلا العيله اللي كانت قبله، ولا ان هي تربط اللي حصل للشيخ عدنان بيهم ولا اي حاجه. فالتحقيق هنا اتقفل، ومع قفل التحقيق اتقفل البيت تماما بعدها، ومفيش اي حد من المنطقه بقى بيقرب منه، وبقى مشهور في القريه كلها باسم بيت الانين، وده بسبب صوت الضحك والهمس اللي بيسمعه اهل المدينه جاي من البيت ده بالليل، وده بالرغم انه مقفول بالسلاسل ومفيش اي حد فيه. فايه رايك انت؟ تفتكر ايه اللي موجود في البيت ده؟ الشخص اللي اختفى ده راح فين؟ وعيلة أصلان هل هي لسه عايشة وتمام ولا لأ؟ وهل الشيخ عدنان بالفعل انتحر ولا في كيان قتله؟ قولوا لي رأيكم تحت في الكومنتات وناخد وندي مع بعض فيها. ولو وصلت معايا لحد هنا فكالعادة حبيبي خد قلبي، اتمنى تكون الحلقة عجبتك، وما تنساش ان انت تشترك في القناة ولايك بقى وكل الكلام الجميل ده روق عليا. وخليني اقول لك ما تنساش ان انا بنزل حلقة كل يوم حد وثلاث وخميس، فتأكد ان انت مفعل الجرس علشان ما يفوتكش كل الرعب اللي انا بنزله. بس كده ما تنساش طبعا تصلي على النبي، واشوفكم الحلقة الجاية. سلام.